السلام عليكم. ايه الاخبار؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. ديت محاولة جديدة كده للتجديد في القناة، يعني بدل فكرة الكشكول او الدفتر. اوكي. انا انس، ديت قناة الرحلة. طبعا ما نقدرش ننسى اهلنا في فلسطين. اللهم نسألك الا يمر رمضان الا وقد نصرتهم وزلزلت الارض من تحت اقدام عدوهم، اللهم امين. الموضوع بتاعنا النهاردة هو ازاي نتعامل مع احساس التشتت او التيه وضياع البوصلة. فهنا بنلجأ على طول لسؤال اسمه سؤال الغاية، اللي هو ليه انت عايش اصلا. والسؤال ده يفضل الاجابة عليه بصدق، يعني ليه انت عايش بجد؟ ليه انت عايش؟ اول ما تلاقي نفسك ضايع كده او تايه او مش عارف انت رايح فين او جاي منين، بنلجأ على طول لسؤال الغاية اللي هو طب انا عايش ليه. وهنا recommendation او تزكية، يعني ان احنا ما نجاوبش اجابه اللي حافظ وللاسف ممكن ما يكونش فاهم، اللي هو عشان اعمر الارض واعبد ربنا واتبع النبي و لو انت بتعمل كده فعلا فربنا يوفقك وربنا يعينك وممتاز جدا، ربنا يتقبل. لكن لو انت من جواك بصدق عارف انك بعيد شويه عن طريق ربنا، او عارف انك مش بتنفذ او اللي ربنا عاوزه، او ايا كان انت بعيد في الأسلوب مثلا بتاعك، في اللبس، في تقصير في الصلاة، تقصير في بر الوالدين، أيا كانت الإجابة بتاعتك. فيا جماعة جاي رمضان فرصة عظيمة جدا لطلب الهداية من الله والعون وطلب توفيقه لينا، لان احنا نحدد الاهداف بتاعتنا بطريقه كويسه وطريقه واقعيه. ودي الملحوظه اللي تحت، يا ريت نكون واقعيين واحنا بنحدد اهدافنا، عشان احنا اللي هنرجع نزعل ونقول احنا فاشلين، احنا مش عارفين نعمل حاجه، احنا مش عارفين طريقنا رايح فين وجاي منين، اهي ماشيه وخلاص. فمهم ان احنا نرحم ضعفنا ونتقبل ضعفنا، وما ننساش ان الدعاء سلاح المؤمن. الدعاء ربنا بيشيل بيه حاجات يعني لا يعلم بها الا الله. فالدعاء شيء مهم جدا جدا جدا. يعني في مقولة سمعتها غالبا من النبي عليه الصلاة والسلام، اللي هي القدر والدعاء يتصارعان في السماء. بص دعائك الأهمية بتاعته، يعني ممكن يبقى نازل عليك قدر من ربنا، قدر صعب شوية، الدعاء يتصارع مع القدر دوت في السماء، القدر ما ينزلش عليك. تمام. فالدعاء حتة مهمة جدا. طيب في هنا سؤال مهم لمواجهة النفس هنقوله، فنركز مع بعض كده. هنقرا الجزئية ديت واحدة واحدة، وكل واحد هو هيكمل بقى حسب أسلوب الحياة اللي هو عايش بيه. كان الله ولم يكن معه شيء، ثم خلق كل شيء، وخلق السماوات والأرض، وقال إني جاعل في الأرض خليفة، ويرقبك الله ليباهي بك الملائكة، ويقول يا ملائكتي هذا عبدي فلان، أو هذه أمتي فلانة. كل واحد بقى يكمل هو بيعمل ايه، كل واحد يشوف حياته هي ماشية بأنهي طريقة. بنرجع لربنا ولا لا؟ استغفر الله العظيم يا رب، بايعين اخرتنا ولا لا؟ اخرتنا فارقة معانا واخرتنا مهمة جدا بالنسبة لنا. كل واحد يشوف انا خليفة، ربنا حاططني في الارض خليفة، انا بتصرف ازاي، انا بعمل ايه. فهنا طبعا بتيجي الجزئية السلبية والجزئية الإيجابية. الجزئية السلبية طبعا الصحة والفراغ، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الألعاب بقى الوقت كتير جدا، المولات لوقت كتير جدا، الكلام لوقت كتير جدا، الاستسلام للأفكار وللضغوط النفسية فترات طويلة جدا. فجماعة أوقاتنا هي أعمارنا، الموضوع ده مهم جدا. وقتنا ده هو عمرنا، لازم نكون عارفين هو معدي، هو بيعدي ازاي. في أي وقت ورقة الإجابة بتتسحب مننا، احنا كلنا في اختبار. ففي ضغوط نفسية في يوم قيامة، ايا كان السبب اللي ضغطك نفسيا، في يوم قيامة الحقوق هتترد ايا كان الوضع اللي انت فيه. تمام. ده غير طبعا ان يفضل لو انت قادر تواجه مشاكلك وضغوطك ديت في الدنيا. لو انت قادر، الحاجات اللي ما تقدرش عليها بتفوضها لربنا. لا تكلف نفس الا وسعها، تحملش نفسك فوق طاقتك. يعني ربنا رحيم بيك، انت مش هتكون رحيم على نفسك، يعني انت كده تبقى بتظلم نفسك. فدي الجزئية السلبية، جزئية ضياع الوقت. فهل انت تحب ان ربنا لما يتكلم عنك ويباهي بيك الملائكة يقول ده كان بيضيع وقته، ولا كان بيقعد يتشات كتير جدا والحاجات اللي احنا عارفينها دي؟ ولا ننقل بقى على الجانب الكويس؟ الجانب الكويس اللي هو الذين يؤمنون بالغيب، الجنة والنار والله، كل دوت غيب، والملائكة ويوم القيامة وضمة القبر وعذاب القبر
والحاجات دي كلها مهمة جدا. احنا ناس مؤمنين. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. دي حتة مهمة جدا، موضوع الصلاة، وهنجيله بعد شوية. موضوع الذكر، طبعا موضوع الانفاق ومما رزقناهم ينفقون، موضوع الانفاق ده قصة تانية لوحده خالص، يعني ده عايز يوم لوحده حرفيا، موضوع الانفاق دوت لوجه الله. طيب موضوع الذكر، ولذكر الله أكبر. قال ابن القيم رحمه الله: ذكر الله أفضل من كل شيء، وإذا ذكرت الله ذكرك، وذكر الله يمحق كل معصية ومنكر. شايفين أهمية الذكر عاملة إزاي؟ يمحق يعني يمسح تماما. ذكر ربنا بس، ذكر ربنا بس يمسح تماما كل معصية ومنكر. طبعا قيام الليل، طبعا القرآن، وطبعا نحذر من الحاجات اللي بتسرق مننا شهر رمضان، الأفلام والمسلسلات والأغاني، وبص إيه نازل وبص إيه عامل، والحاجات الكتير اللي بتسرق الوقت. الحاجات دي نحذر منها، وطبعا محتاجة مجاهدة، الموضوع مش سهل، لأن السباحة عكس التيار للأسف صعبة. طيب موضوع الصلاة، أول طريق لبداية النجاح الصلاة. لا حياة بدون صلاة، ستبقى تائها حتى تصلي. اللهم علق قلوبنا بالصلاة والقرآن وارزقنا الثبات حتى نلقاك. فموضوع الصلاة يا جماعة، الصلاة بقى المميز فيها ان هي مجمعة لك كل حاجة. عايز ذكر، موجود في الصلاة. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد في الصلاة، يبقى انت معاك الذكر، انت معاك السجود، أقرب وقت انت بتكون فيه قريب من ربنا. انت معاك ايه تاني؟ معاك الدعاء في الصلاة، يعني انت بتكلم ربنا انت حرفيا بتكلم ربنا في الصلاة. فديت جزئية، الصلاة والقرآن والذكر والدعاء واللجوء إلى الله. الجزئية التانية: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. موضوع العمل وإتقان العمل ده مهم جدا. الموضوع ده مش سهل في الإسلام، الموضوع ده فيه حقوق وفيه جنة ونار وفيه، يعني الموضوع ده رهيب جدا عندنا في الإسلام، موضوع العمل. فحسب العمل بتاعك، انت العمل بتاعك ايه؟ انت طالب؟ طب انا والله لا، ده انا شغال محاسب، انا شغال دكتور، انا شغال مهندس. كل واحد حسب المكان اللي هو فيه. موضوع العمل مهم جدا. طب والله لا، انا شغلتي طالب، يبقى موضوع ان انت تذاكر مهم جدا. طب انا والله بضطر اشتغل جنب الدراسة، يبقى مهم جدا تكون عارف النتيجة بتاعت دوت وتظبط مستقبلك على اساسها، لان مش هتكون النتيجة بتاعتك زي نتيجة اللي كان مسخر وقته كله للمذاكرة. وطبعا الموضوع هنا قدرات، وكل واحد ادرى بنفسه. تمام. طيب في حكمة ممتازة جدا قريتها، يعني: أن تموت وأنت تجاهد نفسك على الاستقامة خير لك من أن تموت مستسلما. الناس يا جماعة بتوع اليأس بقى، اللي هو والله حاولت كتير، والله أنت شكلك مش عايش معانا، إحنا ياما حاولنا وياما مرينا بتجارب وياما وبرضه بنقع وبرضه بنعمل. يعني الرسول بيقول: لو أنكم لا تستغفرون لذهب الله بكم ولأتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. فأنت مفيش حاجة اسمها وقت تتأخر، مفيش حاجة اسمها حاولت كتير، كل ده من الشيطان. ما هو شغلته ايه؟ ما هو ما عندوش شغل وما عندوش تارجت وما عندوش ضغوطات، ده هو قاعد فاضلنا للأسف يعني. فاحنا بنحاول نتعامل مع دوت وبنستعين بربنا على ده، لأن ربنا اللي حطنا في الاختبار ده، فإن شاء الله احنا قده. فأن تموت وأنت تجاهد نفسك على الاستقامة خير لك من أن تموت مستسلما. اوعى تستسلم، لأن أنا آسف معلش، أنت بتستسلم، أنت بتبيع مين؟ يعني الاستسلام ده في الآخر أنت بتستسلم بنفسك، أنت بتسلم نفسك حرفيا. فإياك والاستسلام. وشكرا جدا. إن شاء الله نقابلكم في مرة تانية، إن شاء الله الإمكانيات تتظبط معنا أفضل والأمور تكون أحسن. والسلام عليكم ورحمة الله.